فايق من نوم جديد ومروق. الله. الفيديو اليوم عن ميكس ودودي. دودي انا قلت ما رح ارجع اعمل عليها فيديو لاني عملت عليها فيديو من قبل، وقلت خلص على البنت ما رح ارجع اعمل عليها فيديو لحد ما شفت المقطع تبع ميكس وطفي الضوء ما بيأثر. بنكمل. رجعي البسي الحجاب وراح انا اتكفل باجار بيتك ومصروفك، تمام؟ كلياتنا شفنا هذا المقطع. انا هذا المقطع شفته انا تقريبا من يومين ثلاثة، وقلت لازم اعمل عليه مقطع واعطي رأيي في القصة كلها. هلا خلينا نشوف المقطع مع بعض وبعدين رح اقلكم ليش انا ضده لهذا الشخص. ماني ضده انا، ولكن حكيه ما له منطقي ابدا. يعني خلينا نشوف الفيديو بعدين بتفهموا القصة كلها، تمام؟ اذا البنت هاي بترجع حجابها، ها، وبترجع بتحافظ على حجابها، حلو، تطلب الطلب بلسانها وانا راح انفذه. او اقول لك شغله، اقسم بالله الا وديك عمره انت وابنك تروحي تصلي لربك هناك. يلا غيره، بس مش اوديك عمره وبعد اسبوع ترد تشلحي الحجاب. ما هو رب العالمين مش لعبه كمان. هاي انا بقول لك كيف شغله. بدنا نطلع؟ احنا ما معنا جوازات سفر. لا شلون بتقولي لي توك قلتي لي بقدر اسافر؟ ما معي جواز سفر، جواز السفر بمصاري ما بيعطوك اياه طب ببلاش. مش هسه قالت لي بسافر صح؟ هسه يا اخوان مش قالت لي بسافر؟ شوف يا اخويا ميكس، انت هون طلعت قدام الناس على التيك توك ودقيت على صدرك وعملت حالك الشاب الصالح، الله يعطيك الف عافية. بس بدي افهمك شغلة، هي البنت تمام بغض النظر عن الخطأ اللي عملته والناس عم بيطلعوا بسبوها، يعني طلعت اتبهدلت قدام الناس. الناس سبوها، الناس اهانوها، صارت مسخرة قدام الناس. انا ما عم دافع عنها ابدا، ولكن عملت هذا الشيء بهدف انه هي تأمن معيشتها هي وابنها، تمام؟ يعني عملت كل هالقصة وتبهدلت مشان تأمن بس معيشتها واجار بيتها وهالقصص هاي. انت جاي عم تقلها بدي اوديكي على العمرة. طيب قبل ما تقلها اوديكي على العمرة، لنفترض يا اخي رحت وديت على العمرة وطلعت لها جواز سفر لها وجواز سفر لابنها، راحوا على العمرة، خلصوا من العمرة ورجعوا على سوريا. طيب وبعدين؟ يعني رح ترجع تشيل الحجاب وتفتح بسوس، تفتح بث مباشر على التيك توك مشان الناس يدعموها، لأن هي هدفها الرئيسي من هذا الشيء كله مادي. ترى هي البنت ما مهمة لا الشهرة ولا شيء أبدا، أنا مبين عليها. وأنا برجع بعيد وبكرر ما بدافع عن البنت. البنت درويشة وعلى باب الله، يعني هذا الشيء أنا شفته، تمام؟ خلينا نكمل الفيديو لأفهمكم باقي الحكاية والسيستم كله. شو انت بتعرف معي يعني ماني مطلوبة، يعني ماني مطلوبة فيني سافر، المطلوب ما لا فيني يا سافر. حبيبي، هسه انت مش قلتي لي بقدر اسافر؟ ايه بقدر، يعني بدي سافر بس ما في مصاري. في مصاري وانا بعدني قاعدة بسوريا. انا بدي بدي اوديك بخسر. العمره، انا بدي اوديك العمره. إيه، ومن وين جوازات السفر واجرة الطريق؟ اذا مت في دقيقه شوي قبل هسه بضيع الحسنات كلياتها، لا تفوتيني بالحيط. معك جواز سفر ولا معكيش؟ ما معي لا انا ولا ابني. وشلون بتقولي بدي اسافر لعاد؟ بينعمل جواز السفر ب 24 ساعة. يو هذا المقطع شفته أنا قبل المرة كمان، شفته قولت امبارحة كمان وضحكت عليه. بيقول لها يو، هي بتقول له يس. وقديش بكلف؟ انت اسأل مشان ما اقول اني انا عم كذب. انت اسأل، ما عندك عالم بسوريا؟ اسأل. قديش بكلف جواز سفر بسوريا الربع؟ ايه اسألهم هني بيقولوا لك، الا السريع قديش مو بكلف؟ البطيء. استنى شوي، قديش بكلف جواز السفر؟ قديش بالاردني؟ ما تقعدوش تكتبوا ارقام يا جماعه تلعبوا معي، اعطوني من الاخر. قديش بكلف يا دودي؟ ما بعرف أنا. طب خليك معي. لا ولا جوجل ولا شيء. دقيقة. يعني أنا ما عم بفهم الصراحة قسم بالله. يعني أنت صار قلتها 1000 مرة، يعني هي عم تعمل هذا الشيء كله مشان بس تأمن عيشتها.
هي وابنها، لأن البنت ما لها حدا. تمام. فأنت جاي عم تقلها على عمرها، وجاي عم تحسب لها إيش قد بدها حق جواز السفر وإيش قد بيكلفها. هلا بعد شوي رح فرجيكم الفيديو الثاني اللي هي، هلا ما بعرف إذا هي عم تكذب ولا لا، بس طلعت على التيك توك عم تقول إنه ميكس ضحك علي وما بعت لي مصاري ولا بعت لي شيء، ولا حتى وداها على عمرها ولا طلع لها جواز سفر. وعم تبعت له ما بيرد عليها. فما بعرف إذا هي عم تكذب ولا لا، بس الشيء الواضح مستحيل يكون هو باعت لها مصاري وهي ما بترد، يعني عم تطلع بتتبلى عليه، عم بتقول إنه عم ببعت له ما برد علي. فما بظن يعني هالشي صار. دقيقة، مين فينا يا اخوان نرن عليهم نسأل؟ مرحبا، كيف حالك اخوي؟ شو اخبارك؟ انت رحت على سوريا صح؟ جواز السفر قديش بكلف بسوريا اذا البني ادم بده يقطعه؟ الواحد. لا بدي على الاكيد. والله. وبتقطع جواز سفر سوري. طيب ماشي اخوي، اشكرك بارك الله فيك. شوفوا يا جماعه، اسمعوني اقول لكم والله. هاي دودي، انت مجنونه ولا عاقله؟ من الاخر اعطيني. هلا البنت ما فيها شيء، أنا حسب ماني شايف. أنا عملت عليها مقطع قبل هالمرة، كان يعني حسب ما شيء اللي شفته أنا قدامي من حركاتها والرقص اللي بتطلع بترقصه الغريب. يعني أول مرة في حياتي بشوف هيك شيء. فمبين عليها كان مجنونة، بس هي بتحسها يعني مجنونة وصاحي بنفس الوقت. يعني ما بجوز هي عم تعمل هيك، عم تتصنع هذا الشيء قصادا مشان تلفت انتباه الناس، او ما بعرف ليش. لا عاقل. بس ولا بجدني مش ولدني. انت مجنونه ولا عاقله؟ مجنونة شبك يعني معقولة مجنونة؟ اه مجنونه. لا انت مجنونه، انت بالحاله هي بطلت تامن عليك. لا الانسانه بتكون محجبه فجاه بتشلح الشال، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه واحد اختنق ما عاد فيه. هي ردة فعل، كل فعل له ردة فعل. حلو على عيني وراسي. اعمل لك انا جواز السفر وتروحي عمره وتتحجبين، ترجعي حجابك وتصلي لربك وتتاسفي على اللي سويتيه. ايه ها؟ ايه. وتلتزمي. امم. قولي اقسم بالله. ايه والله. بس هني يوم كنت لابسه الاشاره انا هني كانوا عم يسبسبوني يقولوا لي يا قدامك صار الحكي وانت نزلت، يعني انت شاهد انه هن اللي دفشوني على هذا الطريق. طيب انت اسمعي. كنت موجود وشفتهم بعينك صح؟ طب اذكر الله. ونزلت انت. اذكر الله. مم. اذكر الله. انا الجمهور قاعد مكتوب يا لا تصدق لا تصدق لا تصدق لا تصدق، تمام؟ انا ما راح ارد على الجمهور. حلو. مم. من بكره مم. هسه اليوم بتسكري لايفك وصلي ركعتين لربك ورجعي حجابك واستري نفسك. مم. واذا شفتك رجعت التزمتي بالحجاب، اقسم بالله العظيم يا دودي، اقسم بالله اني لعمل لك جواز سفرك واوديك عمره. كيف أقسم بدي ادفع بالله. ايجار البيت واكل واشرب؟ ما انا فاتحه لايف لادبر ايجار البيت. وانت اذا فتحتي اذا فتحتي لايف وبدك تدبري اجار البيت والاكل والشرب لازم تبيعي جسمك مثلا؟ لا شفتوا انا قلت لكم هي بس همها الرئيسي والسبب الرئيسي اللي خلاها تعمل هيك شيء لا الشهرة، ولا بدها. يعني انا حسب ماني عن جد البنت هاي قسم بالله يعني ما بعرف، انا ما بدافع عنها، برجع بقول لكم الشيء اللي عملته غلط، وشيء غلط واضح. بس كمان الحاجة اللي هي فيها خلتها تعمل هذا الشيء، وهي السبب الرئيسي اللي خلاها تعمل هذا الشيء، انه بس بدها تأمن اجار بيتها وعيشتها وعيشة ابنها. عبطلع هذا الشخص عبدق لي على صدره، ما قال لي انا رح أأمن لك اجار بيتك ومعيشتك، عم بيقول لها بدي اوديكي على العمرة. طب البنت شو بدها بالعمرة هلا؟ يعني بعمرك شفت واحد يروح على العمرة هو جوعان؟ وبالنسبة انه شالت الحجاب،
يعني في غيرها كتير مشاهير انتم بتعرفون وانا بعرفون شالوا الحجاب وهن ما مضطرين يعملوا هذا الشيء اساسا. فما بعرف، خلينا نكمل الفيديو. خلاص. إيه وكيف ادفع ايجار البيت؟ في ايرور بالموضوع، انا مش عارف ارد صراحه. طب انت شلون بتجيبي حق الاظافر؟ اظافر بلاستيك من على البسطة، بلاستيك هدول مو جيل. قديش اشتريتيهم؟ هاو 6000 اقل من 6000 شو؟ 6000 سوري، قديش بالدولار؟ يعني حق بسكوتة. يعني قديش بالدولار؟ نص دولار، نص. قديش ايجار دارج؟ 3 ملايين ونص. ايش قد يعني بالدولار؟ 300 ونص. هسا انت باليوم لما تفتحي لايف ما بتطلعيش كل يوم 20 دولار 10 دولار؟ شي 10 15 ايه ممكن. طب ها، طب احسب والله 15 دولار على شهر 450، هاي لميت اجار الدار. ايه واكل وشرب وابني بالمدرسة. ربك بيسرها. شلون استني، شلون كنت انت بدون تيك توك؟ شلون كنت عايشه؟ انا كنت اشتغل رح فرجيكم الفيديو الثاني اللي هو بعد ما دقع صدره وقال لها انا بعمل لك وانا بساوي لك وبوديكي على عمره وبطالع لك جواز سفر كيفكم جايز؟ شو اخباركم؟ بالنسبه لميكس يوم طلع عندي، يوم اجى لعندي باللايف وبعث لي دعوه وطلع معي وقال لي انه هو اني انا بطلب عيونه بيعطيني اياهم، وانه هو رح يحول لي اجار البيت ويساعدني ويبعث لي اعمل جوازات سفر انا وابني ويبعث لي عمره ويساعدني، واذا بطلب عيونه بيعطيني اياهم. كان كله دراما وفيك وتمسيح عم تطير بالهواء. كل هالحكي كذب بكذب، وما عاد حدا دعمني من ورا ميكس، لانه هو عم يقول للعالم انه هو تكفل فيني او عم يحول لي. هو بالاساس بعثت له على الخاص وما رد علي. بتمنى تفهموا هاي النقطة، انه ميكس عمل دراما وعمل كذب وعمل وهم، ولا ساعدني ولا وقف جنبي ولا شيء. بالعكس ضرني، ما عاد حدا دعمني وما عاد حدا ساعدني، لانه مفكرين انه ميكس عم يحول لي وتكفل فيني. بالعكس انا بعثت له على الخاص وما رد علي، وحتى ما عاد طلع معي جولات لانه لايف ينزل. وشكرا لكم. ما بيرد عليها، يعني عم تبعت له ما عم يرد عليها. يعني بس طلع عمل هالشو هذا، عمل العرض المسرحي تبعه انه شوفوني انا الشاب الصالح اللي بدي اخلي بنت ترجع تحط حجابها. تمام، لك حتى على العمرة ما وداها ولا طلع لها جواز سفر. فهذا الفيديو كان لليوم، انا كنت ما راح اصور اليوم. حتى هاي البنت ما راح كنت ارجع اعمل عليها يعني ولا فيديو ولا اطلع احكي عنه. استفزني هذا الشيء فقلت خلاص خليني اطلع احكي واعطي رايي في هالقصة وبس. بشوفكم بفيديو جديد وسلام.